حياكم الله، بس لا تعبرون المنشور بسرعة لأنه كلش راح يفيدكم. مو خوش وقت اللي صرنا لازم نقدم مقدمات ملفتة حتى نخليك توقف تسمع الكلام اللي عن أهل البيت عليهم السلام، وما مستعد تسمع دقيقتين وثلاثة وأحكي بسرعة ومرات أقطع بالمنشورات، وأكو بعض الكلام أقصص يعني أحاول أشيله حتى المنشور لا يصير طويل. صدق مو خوش وقت، في حال أنه الناس قاعدة تشوف ساعات تضيع من عمرها، ايش بلا فائدة. على كل حال، تخيل لو الله سبحانه وتعالى ما كان يضاعف لنا الأعمال، يعني أصلي إلي أجر صلاتي، أصوم إلي أجر صيامي، أسبح إلي أجر تسبيحي، والأمر طبيعي جدا. كان بهاي الأعمال ممكن أن أرقى إلى أن أحصل على ليلة القدر وأبلغ ليلة القدر؟ لا، ما ممكن، لأن ليلة القدر عظيمة جدا. الله سبحانه وتعالى يريد عبادة ترقى إلى أن تنال ليلة القدر، إلى أن تحصل على ثواب ليلة القدر، إلى أن تبلغ ليلة القدر. شنو اللي سوى الله سبحانه وتعالى؟ ضاعف لنا الأعمال مضاعفة جدا في شهر رمضان المبارك وفي هذه الليالي اللي هي ليالي القدر، باعتبار واحدة من عندهم تكون ليلة القدر. وهذا الكلام اكو رواية عظيمة جدا اللي خلتني انشر لكم، يعني ابلغكم بهذا الكلام، اللي هي رواية عن الامام الصادق عليه السلام يسأل عن ليلة القدر فيفصل كلام طويل إلى أن يصل السائل يسأله: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي شيء عني بذلك؟ شنو اللي الله سبحانه وتعالى أراد بهاي الإشارة بأنه ليلة القدر خير من 1000 شهر؟ فقال يعني الإمام عليه السلام: العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. ولولا هاي الجزئية اللي على أساسها أنا ناشر المنشور، ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله يضاعف لهم الحسنات. الله سبحانه وتعالى يضاعف لنا الحسنات حتى بفضل جعل ليلة القدر عظيمة، وبفضل جعل الثواب في ليلة القدر عظيم جدا، وبفضله خلانا ثواب مضاعف حتى نبلغ ليلة القدر. الكلام من كتاب وسائل الشيعة الجزء 10 باب 31 صفحة 351 رقم الرواية 3، طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. دمتم بخير وفي أمان الله.